عليكم. السلام عليكم. مصر قالت كلمتها والحمد لله. بدأ فتح معبر رفح ودخول القافلات من كل الدول وأولهم مصر إلى قطاع غزة، نظير خروج الجنسيات الأخرى اللي هم كانوا في إسرائيل وعايزين يخرجوا يرجعوا بلدهم عن طريق مصر. طبعا ده الشرط الوحيد اللي وافقت عليه إسرائيل وأمريكا، إن يتم فتح معبر رفح وخروج، اللي قال لهم شرط دخول المعونات والقافلات المحملة بالبطاطين والمواد الغذائية لقطاع غزة. وكده يبقى المفروض يبقى فيه تهدئة من الإسرائيليين، لأن كده بيتخطوا حدودهم وبيتخطوا حقوق الإنسان. المفروض أمريكا تبلغ إسرائيل بالوقف الفوري على قطاع غزة اللي هو المدنيين. هم بقى خايفين يخشوا اقتحام بري، دي حاجة تانية. ما يضربوش بقى عشوائي في السكان، لأن كده بيتخطوا حدود الايه؟ حدود الخط الأحمر، زي ما رئيسنا بيقول بلاش نتخطى الخطوط الحمراء. أرجو إن الفلسطينيين ما يسيبوش بيوتهم وأكل وشرب ومعونات طبية ومعونات غذائية وبطاطين والحفا وكل ما يلزم لقطاع غزة هيخش من معبر رفح. ولو أي قافلة حصل لها أي حاجة يبقى جنيت على نفسها إسرائيل مش مراكش. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا رب انصر الفلسطينيين وقطاع غزة على كل من يعاديهم.